في ناس بتفتكر إن القلق مجرد شوية توتر وهيعدوا، بس الحقيقة القلق أوقات بيكون حياة كاملة مبنية على الخوف. أهلا بيكم في نبضة وعي. أنا دكتورة أمنية، والنهاردة مش هنتكلم عن القلق كمصطلح نفسي وبس، هنتكلم عنه كشعور، كحياة، كصوت جوه الإنسان عمره ما بيهدى. عايزاك تتخيل معايا المشهد ده: الساعة 2 بالليل وحد قاعد على سريره فاتح نفس المحادثة بقاله نص ساعة، قرأ الرسالة مرة واتنين وتلاتة وعشرة وعمال يقول هو قصده ايه؟ انا زعلته؟ هو اتغير؟ طب لو سابني؟ وعقله مكمل جري. يمكن الشخص التاني اصلا هو نايم، بس ده داخل في حرب كاملة مع نفسه. وده اللي ناس كتير ما تعرفوش عن القلق، ان القلق مش بيحتاج مشكلة حقيقية عشان يبدأ، اوقات بيكون مجرد احتمال بس. في بنت مرة قالت لي انا بتعب جدا قبل اي حاجة، حتى الحاجات الحلوة. قبل الخروجة بقلق، قبل المكالمة بقلق، قبل ما بنام بقلق، ولما تصحى بتكمل قلق. لدرجة انها قالت لي جملة وجعتني انا شخصيا جدا. قالت لي انا حاسة اني عمري ما ارتحت بجد. القلق مرهق لان صاحبه طول الوقت مستني حاجة وحشة تحصل، حتى في اللحظات الهادية عقله عمال يقوله استنى، اكيد في حاجة غلط، اكيد في حاجة هتحصل. تعرفوا ايه اصعب حاجة في القلق؟ ان اللي حواليك اوقات ما بيبقوش فاهمين. يعني يقولوا لك مثلا كبر دماغك، فكك، ما تقلقش، وكأن الإنسان اختار يبقى كده، مع إن الحقيقة إن الشخص القلق نفسه بيكون نفسه يرتاح أكتر من أي حد. في ناس القلق عندهم ما يطلعش خوف واضح، بس بيطلع في أشكال تانية، بيطلع في شكل عصبية، في شكل تجنب، في شكل سكوت، تفكير زيادة، أو حتى ضحك طول الوقت. ما تستغربش، ضحك طول الوقت ده مش معناه إن دايما الشخص بيكون متزن، ده أوقات معناه إن هو شخص قلق. في مرة شاب كان كل شوية بيسأل حبيبته انتي زعلانة؟ طب متأكدة؟ طب ليه رديتي عليا متأخر؟ وهي كانت فاكرة ان هو بيخنقها، لكن الحقيقة هو كان مرعوب ان تتكرر فيه خسارة قديمة، او رفض قديم، او احساس قديم بعدم الامان. وعشان كده مش كل شخص متعلق بيبقى ضعيف، اوقات بيكون فقط شخص قلق. القلق كمان ممكن يخليك تتعب جسديا، يعني ضربات قلب سريعة، أرق، شد عضلي، تعب مستمر، إحساس بالخطر، جسمك يبقى متوتر طول الوقت، على فكرة حتى لو مفيش أي حاجة بتحصل. بس أنا عايزة أقولك حاجة مهمة جدا: القلق مش عيب، ومش ضعف إيمان، ومش دلع زي ما في ناس كتير بتبقى مفكرة كده. القلق أوقات بيكون عقل اتعلم يعيش في حالة استعداد دائم، كأنه طول الوقت مستني الأذى. في أطفال كبروا في بيوت كان الأمان فيها قليل، مرة صوت عالي، مرة خوف، مرة نقد، مرة عدم استقرار، فكبر عقلهم وهو فاكر إن الراحة مؤقتة وإنه لازم يفضل صاحي. عارف إيه المؤلم في الموضوع؟ إن الشخص القلق أوقات بيتعب من نفسه، يتمنى يقفل دماغه، يقعد شوية من غير تحليل، ينام من غير سيناريوهات، يحب من غير خوف. بس التعافي ما بيبدأش لما تبطل قلق، بيبدأ لما تبطل تكره نفسك بسبب المشكلة اللي هي القلق. لما بدل ما تقول أنا متعب تقول أنا محتاج أمان. لو أنت شخص قلق فأنا عايزاك تعرف حاجة مهمة: أنت مش صعب، ومش مرهق زيادة عن اللزوم زي ما الناس بتحاول تصور لك كده، ومش محتاج تمثل القوة طول الوقت، يمكن بس اتعودت تعيش بحذر زيادة. في نهاية الحلقة حابة أسألك سؤال: إيه أكتر حاجة القلق سرقها منك؟ النوم، الراحة، العلاقات، ولا إحساس الأمان؟ اكتب لي، يمكن أول خطوة للتعافي إنك أخيرا تتكلم. أنا دكتورة أمنية، ودي كانت نبضة وعي، وأشوفكم على خير.